بصوا، مجال البنوك يعني بعد مثلا حوالي 8 سنين شغل دلوقتي. في شوية حاجات كده لازم تبقى عارفها وانت بتختار ان انت تشتغل في المجال ده. اولا انت بتتعامل مع فلوس الناس، وفلوس الناس مفيش فيها تهريج، مفيش فيها هزار. ف يعني بيبقى فيه ريسك شوية، في مخاطرة في بعض الوظائف، لانه الخطأ فيها بيضر الناس على طول. فمش هتلاقي ان المؤسسة اللي انت فيها او المكان اللي انت فيه بيتهاون قوي في الجزئية دي. فمهم جدا ان انت تاخد بالك او تبقى عارف ان انت شغال في مكان الخطأ فيه بحساب، والخطأ فيه بيضر الناس فعلا، مش مجرد اخطاء عابرة او انها تعدي. وفي جوه بقى البنوك نفسها، مثلا لو في شركات وفي افراد، اخطاء بتاعه الشركات بتكون يعني الريسك بتاعها اكتر من الافراد. اخطاء الشركات بملايين، اخطاء الافراد طبعا كل واحد على حسب حجم معاملاته يعني، ولكن اخطاء الافراد ممكن البنك بيقدر يتداركها شويه. اخطاء الشركات بيبقى الموضوع صعب قوي، خاصه لو بملايين. طيب في اقسام شويه كريتيكال، يعني حساسه شويه، زي مثلا قسم الكريدت. الكريدت هو اللي بيدي، او الائتمان عموما هو اللي بيمنح العميل التسهيلات الائتمانيه. لو حصل خطا في اصدار شيء والعميل ده طلع نصاب او خد الفلوس وطلع يجري او حاجه، الحاجات دي بتبقى مشكله كبيره قوي للبنك، لانها بتبقى زي اوبريشنال لوس، بتبقى خساره للبنك في قيمه المبالغ دي. ففي مناصب معينه في البنك حساسه، والخطا فيها بيأثر قوي. كمان الاقسام التكنيكال، او الناس بتوع البروجرامينج، او اللي بيراقبوا السيستم، لو في حاجات غلط كانت بتحصل على السيستم هم مش واخدين بالهم منها، بتبقى مشكله. وشفنا بنوك كتيره يعني دخلت في القصص دي، يعني خسارتها كانت بملايين. فالموضوع مهم يعني قوي بالنسبه للاقسام التكنيكال او الاقسام الحساسه عموما، زي الائتمان، زي التيلر. التيلر برضو يعني هو الريسك بتاعه شويه في موضوع الفلوس، ولكن الائتمان لانه بيمنح ارقام كبيره، فاي خطا او اي مشكله مثلا في المراجعه بتكلف البنك كتير. فخدوا بالكم ايه من الاقسام دي. طيب في حاجه تانية مهمه، وهي كل الاقسام او الكاستمر فيسنج رول. اي اقسام بيكون فيها احتكاك بالعميل بشكل مباشر. بصوا، الموضوع سوفت سكيلز هنا مهم جدا، ومهم ان انت عارف ازاي تسمع، تتكلم مع العميل، تفهم انه لو حصل حاجه منه او حاجه ضايقتك، هو في الاول وفي الاخر بيتعامل مع المؤسسه، ما بيتعاملش معاك انت. انت كشخصك مالكش اي علاقه بالموضوع، هو بيتعامل مع المؤسسه، متضايق منها، بيشتم في المكان، بيعمل حاجه. هو لا يعني هو ما بيتكلمش معاك انت، ولكن هو بيتكلم على المؤسسه اللي بيتعامل معاها. فدايما افصل نفسك عن المكان اللي انت فيه، او انت بتتكلم مع عميل متضايق او حاجه. طبعا بدون طبعا بدون غلط فيك. يعني لو بدا يغلط فيك وبتاع، وقف الحديث فورا وانهي معاه يعني انهي معاه الحديث ده، ويقول له انا مش هقدر اساعدك بشيء. يعني ممنوع طريقه الحديث دي. بس بخلاف ذلك انت تقدر تساعده يعني. فحاول بقدر الامكان تسمع، واسمع رايه، وتناقش معاه فيه. ما ترفضش لمجرد الرفض. ولو في حاجه مش متاكد منها وعميل بيسالك عنها، قول له انا هسال وارجع لك. بلاش العند، بلاش القرارات اللي بتتاخد بدون معرفه، او ان انت يعني بتهبد، يعني بتقول اي قرارات، بتقول اي كلام بدون وعي، بدون معرفه. عشان انت حاسس ان انت قاعد في المكان ده، فانت المفروض تبقى فاهم يعني اكتر من الشخص اللي قدامك. احيانا لا، احيانا في عملاء في البنوك هو بيبقى فاهم اكتر من الشخص اللي قاعد ده، وبيبقى عارف قوانين البنك المركزي كمان عنك. يعني هو بيبقى عارف السيستم ده، او انتوا بتشتغلوا ازاي، او البروسيس دي بتمشي ازاي، اكتر من الموظف اللي قدامه. فيعني اسمع اكتر ما تتكلم. جاوب دايما على قد الاسئله اللي بيسالها. آه، بس وافهم دايما ان هو بيتكلم عن المؤسسه اللي انت فيها، مش بيتكلم على مش بيتكلم عليك انت كشخص يعني. طيب في جزئيه تانية مهمه، لو انت مش حامل الفرهده دي، او مش بتاع يعني مش عايز تدخل في النقاشات اللي من النوع ده، حاول بقدر الامكان تبعد بقى عن الاقسام اللي فيها تعامل كتير مع خدمه العملاء. خليك دايما في حاجه باك اوفيس، او حاجه اوبريشنز، تكون ملهاش احتكاك كبير مع خدمه العملاء. بس خد بالك الاقسام دي برضو تبقى حساسه جدا، لانه الغلطه فيها بتاثر مع عميل في النهايه. في الاول وفي الاخر انت اي خطا هتعمله داخل المؤسسات دي ليه تاثير على العميل، سواء بشكل مباشر او غير مباشر. او حتى لو HR، انت تصرفاتك نفسها او تحركاتك نفسها مع الموظفين نفسهم، لو الدنيا عندهم كويسه وبتاع، ده هيفرق طبعا معاهم في الاداء.
لو عندهم مشاكل او عندهم استفسارات كتيره محدش بيجاوبهم عليها، لو التأمين مثلا مش جيد، لو يعني في حاجات كتيره ممكن تكون انتوا شايفينها صغيره ولكن هي في الاخر ليها تأثير على الموظف النهائي، وبطبيعه الحال ليها تأثير على العميل. بس فلو انت مش حابب الجزء بتاع التعامل مع العملاء ده، حاول بقدر الامكان من الاول تختار حاجه اوبريشنز او حاجه باك اوفيس ما يبقاش فيها تعامل كتير مع العميل. خدوا بالكم انه موضوع ساعات العمل في البنوك ده مش كل البنوك بتلتزم فيه يعني، و لازم تبقى فاهم المكان اللي انت داخل فيه. يعني مثلا البنوك الحكوميه للاسف الشديد يعني موضوع ساعات العمل فيها ده حدث ولا حرج يعني، الا الناس القديمه بقى عارفه الكلام ده. فمن الاول كده لو انت يعني لو انت عامل حسابك ان انت الورك لايف بالانس بقى، وان انت توازن ما بين الحياه والشغل والكلام ده، حاول بقدر الامكان بقى ايه يعني تقديماتك للبنوك الحكوميه ما تبقاش كتيره، قدم على الخاص اكتر. الخاص بيحترم اكتر الجزئيه دي، في ضغط شغل طبعا، كله في ضغط شغل، ولكن هو بيحترم اكتر الجزئيه دي. انما الحكومي للاسف الشديد ما فيش عنده الجزئيه دي، هو بيتعامل مع الموظف ده ان هو عبد كده، هو جابه شغله يعني. فخدوا بالكم الجزئيه دي مهمه جدا. في اقسام معينه ممكن تبعد عنها، زي انت مثلا ما بتحبش عد الفلوس او بتلخبط فيها او فيها مشكله، حاول تبعد عن قصه التيلر. خليك مثلا في كاستمر سيرفيس في البدايه، خليك في اي حاجه اوبريشنز، خليك البنوك الحكوميه اللي احيانا بتقبل ناس فريش تدخلهم قسم الكريدت، ولكن بعد اول سنه بتدي لهم كورس الكريدت عشان يكونوا جاهزين للمجال الشغل اللي هم شغالين فيه. البنوك الخاصه كلها نادرا اول ما شفت انه بياخدوا حد في اقسام الائتمان عموما بدون كورس الكريدت يعني. فالكورس ده برضو مهم، لازم تحطه في حسبانك لو انت داخل المجال ده. لو ما خدتوش في الفتره الاولى هتاخده بعد كده علشان تقدر تكمل في المجال ده. مجال الشركات جميل جدا، و بس محتاج حد يكون يعني حرك شويه، حد بيتكلم، حد بيروح ويجي، حد بيتحرك كتير، حد عنده افكار، عنده خبره في السوق، مدردح شويه يعني، في شويه حاجات كده. بس يعني حط في حسبانك الحاجات دي. وطبعا انت لما تيجي تختار اوفر جاي لك من بنك لازم تبص على الباكج كتوتال، مكان الشغل ده فين، هل هركب له مواصلات ولا لا، طيب السالري الصافي كام، طيب هل انا في حاجه تانية قدامي احسن شويه، هل السوق الاسعار فيه كده يعني، هل المرتبات مثلا في السوق في نفس الوظيفه دي بالاسعار دي، ولا في حاجه تانية افضل قدامي. لو ما فيش حاجه تانية خلاص وهي عندك الوظيفه دي خلاص اختارها، لو في حاجه تانية قدامك ابدا فاضل ما بين الوظائف دي واختار افضل حاجه ما بينهم. اخترت حاجه خلاص ابدا بقى بص على مميزات تانية هتفرق معاك كتير، زي مثلا موضوع التامين. لو انت عندك اسره او شيء، التامين بيفرق معاك كتير جدا، بيوفر لك فلوس كتيره. هو يعني انت ممكن يبقى المرتب بتاعك مش احسن حاجه في السوق، ولكن التامين مغطي لك كل شيء. فانت لو في حد تعب او حاجه، هو بيغطي لك جزء كبير قوي من التكلفه دي، فبالنسبه لك برضو كأن انت خدتهم في شكل مرتب. الامتيازات اللي من النوع ده كتيره يعني، وفي بنوك بتدي اوفرز او عروض على اماكن معينه، اوتيلات، جيم، ممكن يكون عامله ديسكاونت في اماكن معينه، حاجات زي كده. في بنوك برضو بتعمل حاجات كده ظريفه، مثلا تيجي مثلا في الكريسماس ده مثلا تبعت للناس الهدايا بتاعت الكريسماس دي، بتيجي مثلا في الاعياد تبعت كحك وحاجات زي كده. يعني في شويه حاجات كده، افكار كويسه في بعض البنوك بتعملها. فدايما بص على المؤسسه اللي انت هتدخل فيها، بص على بيئه العمل موجوده فيها، هل الناس بتمشي كتير ولا لا، التيرن اوفر عندهم اخباره ايه، الناس بتقول ايه عن المكان ده، والناس اللي اشتغلت فيه بيقولوا ايه. ادخل على لينكد ان اتكلم مع الناس اللي شغالين في المجال ده او في المكان اللي انت هتروحه، وقول لهم اخبارك ايه، الدنيا عندكم عامله ايه، المرتبات عامله ايه، الدنيا عامله ايه، ضغط الشغل عامل ايه. وحاول تختار نفس الوظيفه اللي انت مقدم عليها، اختار زميل ليك في نفس الوظيفه جوه البنك، كلمه، اساله، قول له الوضع عندكم عامل ايه، بتعملوا ايه طول اليوم، وهكذا. الحاجات دي بتدي لك فكره عن المكان قبل ما تدخل وقبل ما توصل، وقبل ما تجرب بنفسك. فلو شايف ان الموضوع كويس كمل، مش شايفه كويس خلاص ابدا فكر في حاجه تانية. او من الاول خالص وانت مثلا في الانترفيو اختار والله ان انا حابب اشتغل في القسم الفلاني مش القسم الفلاني، او ابعد عن مثلا الاقسام اللي فيها تعامل مع خدمه العملاء، واتعامل مثلا مع اقسام تانية تكون باك اوفيس ما فيش فيها تعامل كتير مع خدمه العملاء. يعني تبقى واضح وتبقى عارف انت داخل تعمل ايه او ايه توجهاتك بالظبط. شكرا لكم.